السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشاني. طبعا كالمعتاد اول حاجة هنبتدي الفيديو بتاعنا بان احنا بنصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تاني حاجة ان احنا ندعي لاخواتنا واهالينا في فلسطين، ان ربنا يزيح عنهم، ربنا ينجيهم، ينصرهم ويكبر بخاطرهم يا رب. النهارده بقى انا جايه في الفيديو بتاعي اتناقش معاكم في شويه حاجات. النهارده الفيديو له مناقشه بس. هحكي لكم حاجه. من كام يوم كنت وانا قاعده في مكان ما مع ناس من اصحابي كالمعتاد، سمعت واحده من اللي قاعده في وسطينا ان هي بتتباهى ببنتها. طبعا من حقنا كلنا ان احنا نتباهى ببناتنا، فالله خير حافظا على اولادنا كلهم يا رب، وربنا يصلح حالهم كلهم. بتتباهى ببنتها، بتقول ايه؟ بتقول انا بنتي ب100 راجل، انا بنتي مش مخليها تعتمد على حد في اي حاجه، هي اللي بتقوم بكل حاجه من صغرها، وانا حاطه جواها ان انتي ما تبقيش حمل على حد، ان انتي ما تطلبيش خدمه من حد، انتي المسؤوله عن حياتك، عن قراراتك، عن مش كده وبس، تروحي تخلصي اوراقك، تروحي تعملي كل حاجه لوحدك. دول اللي هي عملته دهوت خلاها ان بنتها لما تتجوز كمان تبقى بنت او ست ب100 راجل. هو طبعا هنسيب كلمة 100 راجل دي، ان احنا فيما بعد هنتناقش ايه المقياس ان احنا ما بنشوف اي واحدة تقدر تعمل حاجات كتيرة ان احنا نقيسها بالراجل. ليه؟ ده هنتكلم عليها بعدين. نرجع بقى. هي بتقول انا بنتي ب100 راجل، هي اللي مسؤولة عن كل حاجة في بيتها، جوزها وولادها ما يقدروش يمشوا اي حاجة في بيتها الا بوجودها. ان هي حتى لو غابت في مرة سافرت، ما راحت رغم ان هي ما سافرتش قبل كده وسابتهم، الدنيا كلها بتقف عندهم. فكانت قاعدة مفتخرة قوي بالكلمة بنتي ب100 راجل. آه هنا بقى نقف مع بعض بقى شوية. تعالوا كده نشوف ايه رأيك في الكلمة ديت، انك توصفي بنتك ب100 راجل. قبل اي حاجة احنا بنقول الجملة بتاعتنا كالمعتاد: الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. انا هقول رأيي وهستناكم تكتبوا لي آرائكم في التعليقات. انت موافقة ان بنتك تكون ب100 راجل ولا لا؟ انا هاخد الكلام ده واطبقه على نفسي، على ولادي، على بناتي، والحمد لله كل شيء يعني اللي حواليا، اهلي، اخواتي، اصحابي، شافوا بناتي وشافوا تربيتي فيهم ازاي. حته ان انا اقول بنتي ب100 راجل، انا رفضاها. انا رفضاها. بنتي انا ما غرستش فيها كلمه ان انتي ب100 راجل. احنا قلنا هنتكلم فيما بعد على كلمه المقياس، ان البنت ب100 راجل. اشمعنى الراجل؟ ده في بنات وستات بيعملوا حاجات عظيمة. يعني هقول ان بنتي ب100 بنت، مش هقول ب100 راجل. ولما تتجوز هقول بنتي ست ب100 ست، مش هقولها راجل. لان مش القدرة على التحمل مش مقياسها الراجل. يعني الست اللي بتولد بتتحمل آلام الراجل ما يقدرش يتحملها، ولازم هتوافقوني على كده، والدكاترة اللي بيتفرجوا هيأكدوا الكلام ده. التعب اللي هي بتتعبه تعب الراجل ما يقدرش يتحمله. فعشان كده مش هقيس قوة بنتي وقوتها على التحمل بالراجل، انا هقيسها بالبنت او بالست. نرجع بقى لمرجوعنا. ربنا سبحانه وتعالى لما بيدينا اولادنا، سواء ادانا بنت او ادانا ولد، فاحنا لازم ان احنا ننمي حتة ان انتي بنت، انت ولد، انت راجل. انت مش بنت ب100 راجل. البنت من اول ما بتتولد فهي مسؤولة، وهي في بيت باباها مسؤولة من باباها ومن اخوها. هما السند، هما الظهر، هما المسؤولين عنها في كل حاجة. بنتي طول ما هي في البيت عندنا هي مسؤولة انها تتعلم، انها تشتغل، انها تنمي نفسها في شغلها، تنمي شخصيتها، الكلام ده كله. حتة ان انا بنتي تبقى مسؤولة عننا احنا اللي في البيت، لا طبعا. باباها ربنا يبارك لنا فيه يا رب، هو السند، هو الظهر، هو المسؤول عن كل حاجة. ده مش معناه ان انا ما حطيتش جواها المسؤوليه، لا، هي الحمد لله تقدر تتحمل المسؤوليه وكل حاجه. بس طول ما في ظهرها الاب الاخ، فطبعا هي مسؤوله منهم، من حقها ان هي تعيش حياتها كبنت، تتعلم، تشتغل، الكلام ده كله، تكون شخصيتها. حتى لما تتجوز ان شاء الله هي مسؤوله من جوزها، هو المسؤول عنها.
هو المسؤول عنها في القرارات، في المواقف، في كل حاجة. انا مش مجوزة بنتي، او احنا مش هنجوز بناتنا للوسي ابن طنط فكيهة. لوسي ابن طنط فكيهة ده طبعا كلنا عارفينه. فاحسني الاختيار. طول ما انت بتحسني الاختيار هتلاقي بنتك الحمد لله الحمد لله في حياتها الزوجية ما شاء الله عليها، لاقيه في ظهرها زوجها، الظهر، السند، كل حاجة. انا بنمي بنتي لما تتجوز المشاركة مش تحمل المسؤولية. يعني ايه المشاركة؟ يعني تشاركي جوزك في الحياة في كل حاجة، لكن ان هو يشيل ايده خالص تبقى انت المسؤولة عن البيت، القرارات اللي بتتاخد في البيت، انت اللي مسؤولة عن الولاد، اودي مدارس، اودي دروس، اودي تمارين، انا اللي مسؤولة عن اي حاجة بتحصل في البيت. طب ازاي؟ امال هو دوره ايه؟ لا، انا بنتي بجوزها راجل، الراجل ده بمعنى كلمة راجل اخد امانة بيحافظ عليها، هو اللي بياخد القرارات، مشاركة، نتناقش مع بعض، ما يبقاش سايب اللود كله عليها. حتة انها بتراجل حاجة وحتة المشاركة حاجة تانية خالص. ما تبقاش بنتي خارجة في خروجة ولاقيها هي اللي بتحط ايديها في المحفظة بتاعتها عشان تدفع الفلوس. ده مش عيب، اوكي، لو استمر ده عيب، لكن لو من وقت للتاني مش عيب. لكن ان هو يبقى سايب اللود عليها دي كارثة. من مدة قريت قصة ان واحدة كانت بتقول لصاحبتها انا البيت بتاعي واولادي وزوجي ما يقدروش يعيشوا من غيري، الحياة عندهم تقف، هي المسؤولة عن كل حاجة في البيت، كل حاجة بمعنى كلمة كل حاجة. لو حاجة باظت هي المسؤولة، هي تجيب النجار، السباك، الكهربائي، وهكذا. هي المسؤولة، بتروح المدرسة تودي الأولاد، تحضر اليوم الاجتماع بتاع أولياء الأمور مع المدرسين، هي اللي بتودي دروس، بتودي تمارين، وهكذا. مسؤولة عن الأكل، عن التنظيف، عن كل حاجة. وحطوا تحت كلمة كل حاجة دي مليون خط. بتقول بقى إن صاحبتها دهيت ربنا يرحمها توفت، فكانت خايفة جدا عن جوز صاحبتها وولادها والكلام ده كله. ففي مرة راحت تزورهم فما لقيتهمش في البيت، ماشي، فاتصلت بيهم، فاتصلت بالزوج، زوج صاحبتها، تسأله، قال لها انا في الجيم بعمل تمارين والكلام ده كله. طب الاولاد اخبارهم ايه؟ قال لا الحمد لله في الدروس، وانا جبت لهم مدرسين علشان يبقوا معاهم في الدراسة. طب بتعملوا ايه في الاكل في التوضيب؟ قال احنا جبنا واحدة بتساعدنا. طب كان كل ده فين؟ هي لازم تموت علشان نشيل عنها اللود؟ على فكرة اللي عمل فيها كده باباها ومامتها، هما اللي زرعوا جواها ان انت مسؤولة، انت شيلي الحمل عن جوزك، انت ما تشيليش هم لجوزك، انت ما تخليش جوزك كفاية عليه ان هو بيخرج بيشتغل بيجيب لكم طلباتكم، الكلام ده مش صح، ده مش صح. انت كده بتظلمي نفسك. انت بعد كده هتلاقي ايه الاختيار اللي انا اخترته ده. هو لازم الام والاب يزرعوا بنتهم المشاركه، مش تحمل المسؤوليه لوحدها. انت لازم تشاركي جوزك، فهماني؟ ما تشيليش العبء كله عليكي، لانك مع الوقت هتلاقي نفسك ايه ده الشخص اللي انا اتجوزته؟ طب الشخص ده ما بيعمليش اي حاجه، يعني لو هو مش موجود الدنيا بتاعتي مش هتقف. فيبتدي لوسي ابن طنط فكيهه ينزل من نظرها، فلا، ده مش هينفعني، ده انا اقدر اعيش من غيري، ويتهد البيت. فمن فضلك، انت ربنا اداكي بنتك ب100 بنت، اوكي، هتتجوز تبقى ست ب100 ست، اوكي، بس مش لوحدها، وزوجها معاها، وباباها واخوها في ظهرها، مش ان هي لوحدها اللي هي تبقى مسؤولة عن نفسها وعن الدنيا اللي حواليها. لا، بتشارك. المشاركة حاجة، وتحمل المسؤولية من الألف للياء دي حاجة تانية. بنتك ربنا خلقها لك بنوتة جميلة، عوديها ان هي حلو، ان هي بتشارك، حلو ان هي بتفكر. انت مطلوب منك طول ما انت بنت انك تتفوقي في الدراسة، انك تشتغلي، انك تطوري نفسك، وهكذا. في نفس الوقت اللي بيتفوق في الدراسة وبيشتغل ويطور نفسه في الشغل ده مش انسان بليد او مش انسان بروطة ما بيعرفش يشغل دماغه، بالعكس ده انسان ممتاز. اللي خلاها تتفوق وتشتغل وتطور نفسها دي في وقت ما تتحط في موقف ان هي في مسؤوليات تقدر تتحملها. لكن لما ازرع جواها انت اللي مسؤوله عن كل حاجه من الالف للياء، وهو لا، ما تشيليش او ما تشيلوش حملك،
ما تشيلوش حمل البيت، ما تشيلوش حمل اولادك. احنا كده بنتقل قوي على اولادنا. احنا اولادنا هيجي في وقت من الاوقات وهيعملوا ستوب كده في الحياه دهيت، ان لا، احنا كده غلط، احنا اخترنا غلط، احنا اتربينا غلط، احنا رأيي، انا بنتي ب100 بنت، ولما تتجوز بنتي ب100 ست، ومعاها ب100 بنت، وفي ظهرها باباها واخوها، ولما تتجوز في ظهرها جوزها، السند، الظهر، الامان، الحمايه، الحنيه، كل حاجه. انا عايزاكم كلكم تاكدوا على الكلمه دهيت. انت بنتك مش ب100 راجل، بنتك ب100 بنت، بنتك ست ب100 ست. قلنا قبل كده وبنقول ونعيد، احنا مش المقياس بتاعنا في التحمل المسؤوليه او في القوه هو الراجل، لان زي ما بقول في حاجات الستات بتقدر تتحملها الرجال ما يقدرش يتحملوها. من فضلكم من فضلكم، احنا بناتنا ب100 بنت، بنتي لا ب100 راجل ولا ب50 راجل ولا براجل واحد. انا بنتي 100 بنت. بنتي وقت ما تتحط في اي موقف تقدر تتحمل مسؤوليه، جميل، لكن طول ما في ظهرها ابوها، اخوها، جوزها، هي مش عليها انها تتحمل مسؤوليه حاجه. المسؤوليه على الراجل، المشاركه الراجل والست. هو ده كان رايي، وهو ده اللي انا شايفاه. طبعا بنقول تاني، الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. هستنى ارائكم وتعليقاتكم. ويا ترى انت بتربي بنتك على حقيقي انها ب100 بنت، ولا بنتك ب100 راجل وان هي تشيل المسؤوليه لوحدها؟ هستنى تعليقاتكم. واحب افكركم تاني، لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناه بتاعتي، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لي لايك وكومنت، علشان يبقى في تواصل، لان الحاجات دي كلها بتشجعني ان انا اعمل فيديوهات تاني. شكرا لكم، سلام عليكم.